اليوم وقعت شركة سوناتراك الجزائرية عقدا مع عملاق الطاقة الإيطالي إيني لتطوير حقل زمول الكبير في ولاية ورقلة. هذا الحقل من شأنه أن يدعم صادرات الجزائر الغازية بأكثر من 9.3 مليار متر مكعب سنويا، بحجم استثمارات كلي يبلغ 1 مليار و350 مليون دولار. يعني نتحدث عن عقد ضخم جدا ما بين سوناتراك وإيني، ويكفي بأن كل من تحدث اليوم خلال توقيع هذا العقد تكلم عن المشروع باعتباره مشروع استراتيجي. وقال رشيد حشيشي مثلا المدير العام لسوناتراك بأن هذا العقد يغطي فترة 30 سنة إضافة إلى 7 سنوات مخصصة للبحث والاستكشاف تليها مرحلة الإنتاج. لكن بعد كل هذا ماذا سيعطينا هذا الحقل؟ حجم المحروقات المتوقع إنتاجها عند بلوغ ذروة النشاط يبلغ 415 مليون برميل مكافئ نفط، منها 9.3 كما قلت مليار متر مكعب من الغاز الجاف سنويا. فهذا المشروع أيضا يقول عنه المدير التنفيذي لشركة أو العملاق الإيطالي إيني كلاوديو ديسكالسي، قال أن هذه الخطوة تؤكد التزام شركته في الجزائر، التزام يعد من بين الأهم على المستوى الدولي، وأن البلاد أو الجزائر باتت من الجهات الأولى لاستثمارات الشركة الإيطالية في العالم. كان للذكر كلاوديو ديسكالزي المدير التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي استقبل حتى اليوم من طرف الرئيس عبد المجيد تبون. عن هذا المشروع بالتحديد، عن أهميته وعن ماذا سيمثل بالنسبة إلى الحصيلة الطاقوية في الجزائر، أسأل ضيفي عبر الهاتف الأستاذ أحمد طرطار وهو الخبير في شؤون النفط والطاقة. أستاذ أحمد طرطار، مساء الخير، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك استاذ قادة وبمشاهديك الاكرام. طيب استاذ احمد طرطار، ما الذي يمثله هذا المشروع من اهميه بالنسبه الى مجال الطاقه في الجزائر والتعاون بين البلدين الجزائر وايطاليا؟ نعم، هو في الحقيقه التعاون بين الجزائر وايطاليا منذ التسعينات القرن الماضي هو قائم وفي شتى المجالات، خاصه بعد زياره رئيس الحكومة الإيطالية للجزائر في منذ 2 أو 3 وتوقيع كثير من بروتوكولات الاتفاق، مما أدى بالتالي إلى تعميق هذا التعاون في المجالات المختلفة، لا سيما في المجال الطاقوي. نعرف باللي شركة لوني هي شركة ذات مصداقية كبيرة، وشركة يعني تتجه اتجاه إيجابي في تطوير قطاع النفط والمحروقات بصورة عامة في الجزائر، في سياق شراكة واعدة بينها وبين سوناتراك، وفي الحقيقة في كثير من المناطق الجزائرية المختلفة. وهذا في الحقيقة في سياق عملية متكاملة بينها وبين سوناتراك في نوع من تقاسم الأرباح بشكل إيجابي، وتوزيع إمكانيات لبعث تكنولوجيا إيجابية من لوني باتجاه سوناتراك، وكذلك إعادة تكوين ورسالة العمل الجزائريين المنضوين في هذا القطاع. وهذا في الحقيقة ينم على كثير من المعطيات إيجابية اللي راح تحققها سوناتراك بمعية لوني، من أولا من خلال هذا التعاون المثمر اللي هو بدأ مع تسعينات القرن الماضي وامتد على عبر العشريتين الماضيتين، خاصة في الآونة الأخيرة منذ 2 3 يعني تم تعميق هذا التعاون أكثر فأكثر، ويعني تم إلى أهمية قصوى لشركة لوني الإيطالية باعتبار مصداقيتها، باعتبار تعاونها المثمر، باعتبار أيضا قبولها تقاسم الأرباح وفي سياق يعني متزن مع الشريك الجزائري. وهذا في الحقيقة هو ما زاد أعطاها الإمكانية لأنها تبرم اليوم هذا العقد الكبير والكبير صحيح. جدا، واللي تم بمقتضاه اكتشاف النفط والغاز في غضون 30 سنة قابل للتجديد إلى 10 سنوات لاحقة.